مساك الله بالخير. هلا والله، مسيك الله بالخير. امسي عليك استاذ محمد ومسي على ضيوفك الكرام. حياك الله يا ابو ريان. ابو ريان، احنا حديثنا حقيقه عن نقل التنافس والتصاريح المتبادله خارج الميدان، والمتهم يعني في ذلك اداره الناديين واعضاء شرف الناديين. والله اعتقد يمكن اللي اجج مثل الامور هذه بطبيعه الحال دائما الاعلام يعني. لكن احنا كمنسوبين بالانديه تجدنا بالعكس احيانا دائما نتلافى الخروج بالاعلام بالامور هذه، لاننا يكون تركيزنا دائما بالملعب، وخاصه قبل المباراه. يعني يمكن بعد المباراه يمكن فرصه ان الفريق المهزوم يبرر عن هزيمته والفريق الفائز يبرر عن فرحته وكيف فاز يعني. طيب. لكن بالدرجه الاولى يعني ما يسبق المباراه دائما هو اللي يجج المواضيع دي دائما الاعلام، وهذا امر طبيعي جدا يعني. الامور هذه قد يكون لها مردود ايجابي بالحضور الجماهيري. نعم، لكن فلذلك احنا يعني متفهمين مثل الامور هذه. طيب ابو ريان، انا بسال سؤال، انت تتكلم عن الاعلام هو من يؤجج، الاعلام جهه ناقله، يعني لو ما كان في تصاريح من المسؤولين ما نقل الاعلام. على سبيل المثال الاخ الخلف ما نلومه لما نقل تصريح خاص بالاخ سعد قبل كم مين؟ نائب الرئيس عبد الله السويد. عبد الله السويد. تفضل. عموما شوف يعني يا محمد، يعني انا يعني ما بدي نتناقش في امور يعني قد ما يكون لها مردود ايجابي او مردود فني داخل الملعب، لكن في امور معينه انا سمعت بعض الرتوش البسيطه حول يعني تفضل. يعني حول مباريات او من فاز ومن يعني احنا مثل ما يعني احنا عندنا وثائق معينه. احنا التعاون ال 30 سنه الاولى من تاسيس الناديين، وهذا الكلام على كل الكبارين اللي كانوا مؤسسين للناديين. ال 30 سنه الاولى للناديين ما فاز الرائد على التعاون، وهذا احنا متاكدين من الموضوع هذا تماما. هذا شيء. الشيء الثاني، طيب وين التوثيق؟ حتى البريان هم يطالبون بالتوثيق، احنا نطالبهم بالتوثيق. تجدنا ممكن 3 سنوات او 4 سنوات يتميز هذا النادي، و3 سنوات الثانيه يتميز هذا النادي، ولكن مجملا كل الكلام هذا يعني ما اشوف له هنا انا يعني مردود ايجابي على يعني ما يدور يعني داخل الملعب من يعني مستوى فني او يعود للمستوى الفني على رياضه المنطقه. طيب. هذا تصور يعني. اذا كان هذا تصورك، كيف تخرجون انتم في بيان كاداره نادي التعاون وتتحدثون انه الاحصائيات اللي خرجت انها غير صحيحه، وتطالبون المعلقين عدم ذكر هذه الامور، طالما انكم تشوفون امور هامشيه المفترض اجل ما يصدر اي بيان؟ ما صدر بيان اساسا، ما صدر اي بيان، ولكن للتصحيح يعني، على اساس انه تكون يعني بعض الوقائع الموجوده واللي تعرف انت كثير من الانديه لما يعني الانديه النادي هذا يكون يعني مثلا بحاله يعني مثلا اخفاق معين يتشبث دائما بالماضي والتاريخ دائما، وهذا هذه مشكله يعني مشكله فكر حقيقي يعني بالمنطقه يعني. لكن انا كل اللي يتمناه ان نرتكب فكرنا احنا كرياضيين مسؤولين عن الناديين ومسؤولين عن الحراك الرياضي بالمنطقه، ان نرتكي عن الامور هذه. هذه مشكله كبيره ان الرياضه عندنا بصراحه رياضه بالقصيم ابتليت بناس حقيقي يعني ما هم مجال رياضي، لمجرد انه جاء يوم من الايام صارت ظروف النادي مهيئه انه يجي يكون في موقع معين، يتبوى موقع معين، لذلك يعني دخل المجال الرياضي ولا تجد عنده كل من همه كم فاز، كم صار، كم حصل. هذه احصائيات ممكن تصدر بالصحف بطبيعه الحال، نشوفها قبل مباراه الهلال والنصر، قبل مباراه الاتحاد والاهلي، نشوفها دائما، والاهلي والاتحاد والنصر والهلال. طيب. نشوفها دائما موجوده هذه بطبيعه الحال. هذه امور طبيعيه، لكن ما نشوف دائما الحديث من الاعلاميين، لا المسؤولين في الهلال ولا المسؤولين في الاهلي نشوف حديث حول الامور هذه. لذلك انا يعني اتمنى من جميع المسؤولين في الناديين حقيقه نرتقي برياضتنا، لاننا احنا يعني نبعث تصور معين للمجتمع الرياضي، ان احنا نتشبث بامور ما لها علاقه يعني، وننقل مباراه من داخل الملعب الى خارج الملعب. طيب يعني هذا الشيء اللي احنا نتمناه، والحلقه هذه يعني اساسا وضعت اولا للاعتراف في المشكله، وبعدين كيف انه اساسا نحل هالمشكله هذه. لكن انت شوف استاذ محمد، انا بقول كلمه واحده. تفضل. صدقا يعني احنا عندنا يعني احصائيات عن الجماهيريه، زين احصائيات عن الجماهيريه، احصائيات ثابته رسميه من شركه التسويق يعني او قسم التسويق في شركه ميد، رسميه ومختمه كل شيء. ان جماهير التعاون 97% في عملوا طبعا هم يعني استبيان معين، ومن خلال الاستبيان هذا واحصائيات 67% تعاون
و30% تقريبا او 31% رائد، وكان 2% كان نادي اخر، لكن على مستوى القصيم كان استبيان هذا الثلاث انديه 77 الموسم الماضي ابو ريان. ومع هذا كله احنا ما عرضنا هذا اي اهتمام معين، احنا يهمنا يمكن بالمجال هذا والموضوع هذا يهمنا امر التسويق، يعني لما جتنا الشركه وعطتنا هذا التصور وعطتنا هذا الامر، ويمكن راحت الاشقاء من نادي الرائد وعطتنا هذا الموضوع، لا يعنينا شيء اكثر ما يعنينا يمكن لو جتنا شركه تسويق او بغينا رعايه معينه ممكن نزودهم بالاشياء هذه، لكني انا واثق من موضوع يعني مواضيع كثيره احنا في التعاون واثقين منها تماما ولا فيها جداليه اساسا، واللي جادل فيها يعني بعيد عن يعني حقيقه على الحضور من سنوات طويله، ما انا بتكلم من الان، من يمكن 35 سنه، يعني اللي كان بالسن هذا يتذكر تماما وش حجم الجماهيريه من اللي اكثر من اللي اقل، لذلك احنا ما نخوض بالجوانب هذه، اتمنى ان نرتقي على الامور هذه، يمكن لو كانت بيدين نادي اخر طلع بالاعلام واظهر او زي كذا وعطاه برستيج معين وعطاه، احنا لا تعنينا كل الامور هذه. طيب ابو ريان بس طب ابو ريان تسمح لي ان يقدم التعاون والرائد مباراه تليق مستوى الناديين، تليق بجماهيريتهم، تليق مستوى الرياضه بالقصيم، نظل احنا والرائد اخوان واحبه. طيب ما بيننا الا كل محبه وكل اخوه، نتمنى نعم زماله صداقه، هذا اللي المفروض نكون بيننا. نتمنى الشيء هذا اللي فعلا يعني حسبوا علينا وناس دخلوا المجال الرياضي وهم ما لهم بالمجال الرياضي ويحبون يأججون مثل الامور هذه امور يعني انا اقول ننأى بفكرنا عن الناس. طيب راقين بعيدا عن الامور هذه. ابو ريان وانا حقيقه انا اتكلم جاد، الاداره الرائديه من الادارات المميزه والجيده، واللي ان شاء الله اتمنى نكون مع بعض، يعني ايدينا بيدين بعض، نرتقي مستوى رياضه المنطقه لابعد من ما هي عليه الان. ان شاء الله. عموما بس للتوضيح، انت تحدثت انه انتم ما يعني نشرتوا الكلام هذا ولا تحدثتوا فيه. الخبر قدامي الان طبعا المحرر بيان محمد انه الان خليني اقرا لك. طيب الكاتب علشان برضو تعرف كاتب الخبر راشد السالم من بريده، تاريخ الجمعه 22 ربيع الاول 1432. احتجت إدارة نادي التعاون على الإحصائيات المنتشرة في وسائل الإعلام عن الرائد وموضح. هذا الخبر طالع ويتكلم عن إدارة، هل أنتم إدارة نادي التعاون ولا لا؟ نعم. وش يتكلم عن الخبر؟ ما سمعت محمد زين. الخبر يقول لك ان احتجت إدارة نادي التعاون على الإحصائيات المنتشرة في وسائل الإعلام. مي باحتجاج، شوف احيانا حتى الإعلامي او الصحفي ما ينقل المعلومة، قلنا له احنا الإحصائيات هذه لا تعنينا شيء، لا من قريب ولا من بعيد، ولا تعنينا شيء، احنا يعنينا ان شاء الله يوم الجمعة الملعب، هذا اللي يعنينا. طيب خلينا اقول لك، الرجال يقول لك واصدرت بيانا رسميا حول هذا الموضوع على لسان المتحدث الرسمي باسم النادي. قال ابدا ما اصدرنا اي بيان معين ولا انا موجود على خلف الخلف، ما اصدرنا اي بيان معين ولا اي شيء معين بالخصوص هذا، ما اصدرنا شيء، ولا يمكن نصدر بيانات معينه او ننقل مباراه خارج ارضيه الملعب. طيب انا بعطي الخلف. انا الحقيقه بس اخر حاجه بشكل سريع وموجز، كيف استعداداتكم غدا بالنسبه للاعبين؟ هل يوجد اصابات؟ هل يوجد اي ايقافات؟ والله استعدادنا ان شاء الله باذن الله تعالى استعداد جيد، ندرك تماما كيف نحضر اللاعبين ان شاء الله المباراه يعني بالمستوى هذا باذن الله. هي تظل مباراه 3 نقاط لا اكثر ولا اقل زي اي مباراه ثانيه، ولكن تفرق عن المباريات الثانيه، مباراه جماهيريه، مباراه ديربي، مباريات لها وضعيه مختلفه، عرض كروي يمثل يعني قطبي منطقه القصيم، اكيد يعني لا شك انها مباراه يعني مشاهده من عدد كبير من الرياضيين على مستوى المنطقه، على مستوى المملكه، نعم. على مستوى الخليج العربي والعالم العربي. نعم. لذلك يعني انا يعني اقول يعني ان احنا ان شاء الله باذن الله تعالى مستعدين استعداد جيد. اما بالنسبه للايقافات او الاصابات يعني عندنا اصابه نايف الحارثي فقط هي الموجوده، واحنا ان شاء الله على تم استعداد باذن الله تعالى، وندعو ان شاء الله من هالمنبر ان شاء الله جماهيرنا باذن الله تعالى مؤازرتنا بحول الله، وان شاء الله باذن الله تعالى يشوفون ان شاء الله المستوى اللي يرفع الراس باذن الله تعالى. ونتمنى ان شاء الله نقدم احنا وشقائنا نادي الرائد مباراه تليق مستوى الرياضه بالقصيم، ونقول ان شاء الله ان هذه نقله، يعني احنا والرائد 60 سنه 60 سنه مباريات مع بعض، ولكن نقول ان شاء الله ان المباراه القادمه ومن المباريات القادمه يعني والقادم في قادم الايام كذلك من المباريات
ان تكون مباريات على مستوى عالي ان شاء الله. نبين لجميع المحبين لهذه المنطقه العزيزه على قلوبنا ان مستوى الرياضه في القصيم ارتفعت وارتقت ان شاء الله. انا اشكرك ان شاء الله باذن الله تعالى. اشكرك جزيل الشكر. تكون هناك مشاركات باذن الله تعالى خارجيه للناديين يوم من الايام، يعني ان يكون انديتنا بالفئات العمريه ان شاء الله متواجده في الدوري الممتاز باذن الله. انا ما عندي كثير من الوقت الحقيقه ابو ريان. كل هذه الامور نتطلع لها باذن الله. نتمنى التوفيق للفريقين. اشكرك جزيل الشكر المهندس محمد الصراح رئيس نادي التعاون. اول حاجه الخبر هذا يعني خبر، قلت لك اسم كاتب الخبر، ما عندي مشكله، التاريخ ورقم العدد.